إسبانيا تصدم الجزائر والبوليساريو وتفاجئ المغرب. في خطوة غير مسبوقة حذرت وزارة الخارجية الإسبانية مواطنيها من السفر إلى مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وذلك بسبب وجود تهديدات إرهابية محتملة ضد الإسبان في المنطقة. جاء هذا التحذير في توصية نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث أكدت على أن الدولة لن تكون مسؤولة عن أي أضرار أو خسائر قد تلحق الأشخاص أو الممتلكات بسبب عدم الالتزام أو الجهل أو عدم الاهتمام بالتوصيات الصادرة عنها. وأشارت الخارجية الإسبانية إلى أن تزايد حالة عدم الاستقرار في مالي وما يترتب عنه من ارتفاع وتيرة أنشطة الجماعات الإرهابية يؤثران عن الوضع الأمني بالمنطقة التي توجد فيها المخيمات الصحراوية في تندوف. ولفتت الخارجية إلى أنه لا توجد أي منطقة في العالم ولا أي بلد في مأمن من الأعمال الإرهابية، مشيرة إلى أن حوادث اختطاف الأجانب في الجزائر قد وقعت في الماضي، وأن الموقف التقليدي للحكومة الجزائرية هو عدم تقديم تنازلات للخاطفين وعدم دفع الفدية التي يطالبون بها.